لما الولد دخل في نزال ضد البنت العبقرية اللي من عيلة مشهورة، الكل كان متوقع انه يتمسح بكرامته الارض، بس الحقيقة انه كسر مناخيرها وبهدلها خالص. البنت طلعت اقوى حركاتها واحدة ورا التانية وعملت كل اللي تقدر عليه بس عشان تلمسه لمسة واحدة، لكن ليو كان بيتفادى كل ضربة بمنتهى البروق كأنها بتتحرك بالتصوير البطيء، وبعدين بضربة واحدة بس طيرها في اخر الساحة. البنت وقعت على الارض وهي مصدومة ومش فاهمة ايه اللي حصل، وازاي ولد عادي زي ده يقدر يغلبها بالسهولة دي. لكن ليو بصلها من فوق لتحت وقال بكل هدوء ان عيال اليومين دول ضعاف بزياده، وراح رامي ليها غويشه من الاوزان اللي كان لابسها طول المعركه. اول ما حاولت تمسكها دراعاتها خانتها وما قدرتش تشيل الوزن المرعب ده حتى وهي بتستخدم ايديها الاتنين، وقعت على الارض بعدها بمنتهى الذل. ده كان الفرق الحقيقي بين قوتهم. وفي اللحظه دي البنت استوعبت حاجه مرعبه، هي انها من الاول خالص ما كانش عندها اي فرصه قدامه. بس السؤال المهم هنا هو مين الوحش ده بالظبط؟ الحكايه ان ليوبلاف مش مجرد ولد عادي، ده في الحقيقة بطل أسطوري اتولد من جديد بعد 5000 سنة. هو نفس الشخص اللي أنقذ البشرية زمان مع أعظم فريق أبطال في التاريخ، وصحي وهو عيل صغير وأمه بتقرأ ليه قصة عن الأبطال العظماء اللي أنقذوا العالم. بس اللي اتصدم وتعصب جدا لما لقى اسمه القديم كايل مش مذكور في أي حتة، وما كانش فاهم إزاي بطل زيه اتمسح من التاريخ، فقرر إنه يدور ويوصل للحقيقة. ومع الوقت دخل مدرسة ملكية للأبطال بتجهز الأطفال قبل ما يدخلوا أكاديمية السحر، بس الدروس كانت مملة بالنسبة ليه والكل حواليه كانوا ضعاف بشكل يزهق، والتدريب الحقيقي ما كانش بيبدأ غير اما يرجع بيته. وفي يوم وهو طالع بره البيت هجمت عليه ست بقوة جبارة كأنها قطر شغال، وليه رغم انه اتفاجئ بس قدر يصد ضربتها بسيفه. وباين من طريقتهم ان دي مش اول مرة السيوف تخبط في بعض بينهم وان الحوار ده متعودين عليه. الست كانت متحمسة جدا تبارزه بعد فترة طويلة، واعلنت ان النزال ده هيكون الاختبار الاخير قبل ما تديله الاذن يروح الاكاديمية. وطلعت الست القوية دي هي امه، وفي ثانية هجمت عليه تاني وسيوفهم خبطت في بعض. مع ان ليو كان بيعافر عشان يجاريها، امه قالت له ببساطة انها لسه ما استخدمتش ولا حتى جزء صغير من قوتها. الضربات فضلت شغالة وكل ضربة كانت اقوى من اللي قبلها، لحد ما ليو في الاخر قدر يقلب الموازين بمهاراته الجبارة في السيف، غلب امه وخلاها تستسلم. الام وقفت وهي مبهورة بموهبة ابنها ونموه السريع، وسألته بصوت هادي هو ليه مصمم يدخل اكاديمية لومين. وعشان نفهم الحكاية لازم نعرف ان اكاديمية لومين دي هي مدرسة الابطال البشر، واحدة من 4 مؤسسات عبقرية فيها سجلات الابطال. وليه شك جدا ان اكاديمية لومين دي هي اكتر مكان ممكن يلاقي فيه اي اثر لحياته القديمة كبطل كايل. وعشان السبب القوي ده ليو ما كانش مستعد يتنازل عن دخول الاكاديمية. بعدها مفكرته ان اعضاء كلان زينجر هيرو منطقتهم ويقعدوا في قصر عيلة بلاف، ومع انها ما كانتش حابة وجودهم في بيتها بس كان عندها طلب، هو انها تتكلم مع زايس نائب رئيس الكلان عشان يعلم ليو تقنية الهالة بتاعت عيلتهم. وكانت مفكرة ان التقنية دي هتخلي ليو قوي كفاية عشان ينتقل للأكاديمية السنة الجاية. بس اللي ما تعرفوش ان ابنها مصمم يتقبل السنة دي ومش مستعد يستنى سنة كاملة عشان يحقق أهدافه. بعد شوية سيلينا زينجر وهي داخلة قصر بلاف أول ما نزلت من العربية كانت مستغربة هو ليه عمها اختارها يقعد في مكان زي ده، هو يقدر يأجر فندق كامل لنفسه. وسيسيليا دي عندها 15 سنة ولقبها أميرة السيف ومن عيلة زينجر، وكل همها هو دخول امتحان لومين، وكانت شاكة إن عيلة صغيرة زي بلاف ممكن يساعدوها في التحضير. في اللحظة دي عمها زايس نادى عليها وسألها بهزار لو كانت متشوقة تقابل ليو. الولد اللي قال بكل ثقة إنه مش مهتم بكلان زينجر، وسلينا ردت ببرود وقالت إنه لو مجرد فارس مش بيعرف يستخدم الهالة فهو مش جامد ولا حاجة. بس زايس ما كانش شايف كده وكان متفائل جدا بموهبة ليو. وأول ما دخلوا القصر زايس سلم على أصحاب البيت ده بلاف ومراته لينا، والكل رحب ببعض باحترام كبير. وزايس عرفهم بسلينا كمان هي ردت التحية وشكرتهم على استضافتهم. ورانيا لاحظت إن سلينا شبه أبوها وعمها في الشكل والطبع، وسلينا كمان خدت بالها من شعر راينا الأسود وعينيها الحمراء وعرفت إنها من عيلة زنجر وتبقى عمتها. وبعدين زايس ورينا قعدوا يتكلموا ويحكوا، وزايس قال لهم إنهم راحوا مدرسة دون الملكية عشان يشوفوا ليو بس ما لقوهوش لأنه مشي بدري وما كانش مهتم يقابل حد. وراينا اعتذرت عن تصرف ابنها، وزايس سألها بفضول هو ليو ده شخصيته إيه، فراينا شكرت فيه وقالت إنه موهوب بشكل مش طبيعي. فزايس سأل لو كان يستحق يورث نيران زنجر، ورينا أكدت إن كلامها مش مجرد فخر أم بابنها، ليو فعلا عنده الموهبة اللي تخليه يورث تاريخ العيلة. وزايس حمس جدا وقرر إنه لازم يختبر ليو بنفسه قبل ما يحكم عليه. وبعد شوية بنقابل ليو وهو قاعد يحاول يركز، وبعد ما خلص طقوسه قال لنفسه أخيرا بقى عنده الجسم اللي يقدر يشيل كل اللي محتاجه. وفكر هو ليه ما تعلمش الهالة لحد دلوقتي. السبب هو طبيعة جسمه الخاصة، لأن قبول الهالة بدري كان هيخلي جسمه يتخصص فيها بس، وده كان هيمنعه من تجميع المانا وطاقة الروح
اللي محتاجهم في خطة طويلة المدى، لأنه في حياته اللي فاتت شاف خطر القوة اللي مفيش سيطرة عليها، ولو كان استخدم قدرات صحابه اللي ماتوا بالكامل ما كانش ساب وراه بذور الكارثة، وعشان كده هو مصمم يتحكم في كل حاجة ببراعة في حياته دي. وأول خطوة هو إتقان الهالة بس بشروطه الخاصة. وفجأة سيلينا نادت عليه وبصت له بابتسامة وثقة وقالت له أخيرا نبدأ يفهم سياسات التدريب. ومع إن كلامها كان فيه تريقة بس عرضت عليه تعلمه فنون السيف لو هو قد التحدي. وطبعا بطلنا ما كانش عنده أي فكرة هي مين أصلا، فعرفت نفسها إنها سيلينا زينجر أميرة السيف العالمية. وليو دخل في الموضوع فورا وقال لها إنه متشرف باهتمامها بس هو مش عايز يتعلم من حد شايفه إنه أقل منه مهارة. وطبعا البنت اتعصبت جدا من كلامه اللي معناه ده إن هو أقوى منها، فليو وضح لها إنه في قتال حقيقي للموت ممكن تكون أقوى عشان ما بيستخدمش الهالة، بس في مبارزة سيوفه بس الموضوع مختلف تماما وهو يقدر يتعامل معاها بكل سهولة. سيلينا اعتبرت ده تحدي وراحت جابت سيف عشان تثبت له إن ثقته دي غير محلها، وقررت تهزمه في نزال. وفي دماغها إن ليو حتى لو اتعلم الهالة مستحيل يغلبها، وكانت عايزة تديله درس قاسي في الواقع. وقالت له لو كسبت في الأسبوع اللي هقضيه هنا هتبقى الخادم بتاعي. وليو وافق وسألها طيب لو أنا اللي كسبت؟ قالت له هبقى أنا الخدامة بتاعتك. وبدأ النزال وليو هجم بسرعة مرعبة خلت سيلينا تستغرب من مهاراته، بس فضلت فاكرة إن ده مش كفاية عشان يكسب. وهجموا على بعض تاني وليو ضرب ضربة تقيلة جدا بقوة جبارة خلت سيسيليا تتراجع بصعوبة، وسيف ليو اتكسر لما خبط في الأرض بس موقفش وهجم عليها تاني. البنت المغرورة بدأت تندم إنها اتحدته وعرفت إنها مش هتقدر تصد الضربة الجاية، فاستخدمت درع الهالة في آخر لحظة عشان تحمي نفسها. ورغم إن ده ما كانش مسموح بيه في النزال بس المفروض يكون سيوف وبس، بس هي ما كانتش قادرة تعترف إنها ما عرفتش تتفادى هجومه، وقالت إن ده مجرد رد فعل تلقائي. بس ليو قال لها إنه كسب خلاص ومش فارق معاه. هي طبعا ما كانتش مصدقة، فليو راح رامي أساور الأوزان السحرية اللي كان لابسها عشان يقلل قوته الجسدية. وفي الضربة اللي بعدها كسر درعها تماما وخلاها مذهولة وما رحمهاش وراها قوته الكاملة. بعدين في الساحة ليو قابل أمه اللي عرفته على عمه زايس، وليو انحنى باحترام وزايس رد عليه التحية وسلموا على بعض. أمه سألته لو قابل سيلينا، فليو افتكر ازاي هي يغمى عليها من الخوف بعد المعركة. وقبل ما يشرح اللي حصل جه فارس وبلغ زايس باللي حصل للبنت، وزايس كان مبهور جدا ان ليو قدر يغلب البنت سيلينا بجسم لسه حتى ما لمس الهالة. زايس كان معجب جدا بقدرات ليو ووصف اللي عمله بانه مجهود جبار، بس ليو رد عليه بكل ثقة وقال له ان سيسيليا بس هي اللي استهانت بيه وضيعت الفرصة من ايديها. بعدها زايس سأل ليو هي سيسيليا خسرت في ايه في الرهان اللي كان بينكم؟ ليو رد بضحكة وفرحة كبيرة وقال ان اللي هيخسر كان لازم يبقى خدامة عند التاني، فمن الاخر كده سيسيليا هتبقى الخدامة بتاعته لمدة اسبوع كامل. طبعا زايس الفكرة دي ما كانتش جاية على هواه خالص وما كانش طايقها، بس في نفس الوقت هو راجل بيحترم كلمته جدا وما بيرجعش في وعده. ومع ذلك وضح لليو ان سيسيليا من عيلة زنجر العريقة، فصعب جدا انه يشغلها شغل خدم ويأمرها يمين وشمال. كان بيتمنى ان ليو يتنازل عن الوعد ده، وعرض عليه في المقابل انه هيكافئه بنفسه مكافأة اغلى واقيم بكتير. بس ليو رفض العرض ده فورا ومن غير تفكير. ليو قال لخاله ان ده كان رهان بينه وبين سيسيليا، وطالما هي لسه شايله اسم عيلة زنجر يبقى لازم تتحمل المسؤوليه ونتائج خسائرها. الخال زي سأله طيب انت مستعد تضحي بفرصه انك تتعلم طريقه عيلة زنجر في تنفس الأورا؟ ليو رد عليه بكلمه قويه شويه وقال انه شايف طريقه التنفس الأورا دي اللي بتتقدم كهديه بس عشان تداري كسب بنت اخوك وتحميها من الاحراج، دي حاجه ملهاش قيمه وما بتستحقش انه يتعلمها. زيس لما لقى ان مفيش فايده ولا متمسك برايه قرر يشد معاه في الكلام شويه، فسأله بلهجه هجوميه وقال له انت لسه قايل دلوقتي انك هتشغل بنت من السلاله المباشره على زنجر خدامه عندك، وكمان بتقول ان طريقتنا في تنفس الأورا ملهاش قيمه. ليو فضل ثابت وما خافش خالص من الكلام ده ولا من العواقب اللي ممكن تحصل، ورد بكل برود وقال ان الكلام اللي خاله ده حقيقي فعلا. وفجاه نبره الخال هديت خالص وسأل ليو بكل ذوق وادب انت مش شايف ان كلامك ده فيه قله ادب وتجاوز؟ ليو وضح تاني انه ما كانش يقصد يهين عيلة زنجر ابدا، وقال انه لو كان خدت طريقه تنفس الأورا دي كان فجاه عشان هزم سيسيليا كان هيقبلها وهو فرحان، لكن هو مش عايز يقبلها كانها رشوه عشان سيسيليا تهرب من نتيجه خسارتها. وكمان ليو وضح حاجه مهمه ان خاله لو مش عاوز يعترف بخساره سيسيليا فمعناه انه لسه شايفين انها احسن منه وخسرت بس بالصدفه او غلطه، لكن ليو اكد ان سيسيليا حتى لو كانت لعبت معاه بكل قوتها بمنتهى الجديه برضه ده كان هيهزمها. كلام ليو دخل لما تبقى فخوره بيه اكتر واكتر، وخاله زايس كمان كان مبهور جدا بشخصيه ليو وقوه حكمه على الامور، رغم انه طفل بالسن ده يرفض عرض مغري زي ده بس عشان مش عاجبه الطريقه اللي خاله اتصرف بيها. ده يبين قد ايه هو طفل استثنائي وعظيم. زايس اتمنى لو كان الطفل زي ده من عيله زنجر فعلا. بعدها زي الشاور للفرسان بتوعه وامرهم ياخدوا سيسيليا على سكن الخدم، وبص ليو
واداله الحق انه يكلم خاله من غير اي القاب رسميه. وبعد الدردشه دي ليو مشي، وزايس بص لاخته الكبيره بكل فخر وقال انه اول ما يرجع البيت هيحاول يقنع اخوهم الكبير عشان يعلمه ليه تقنيه نفس الفينيكس. وبعد شويه المشهد اتنقل لاوضه ليو، واول حاجه من لاحظها هي وش سيسيليا اللي كان احمر جدا ومكسوفه لدرجه مش طبيعيه، وكانت هتموت من الاحراج وهي بتقدم نفسها وبتقول ان هي سيسيليا الخدامه اللي هتبقى مسؤوله عن ليو الاسبوع الجاي. ليو كان طاير من الفرحه ومستمتع جدا وهي بتقول له يا سيدي، وما كانش متخيل ان شكلها الشيك ده هيليق عليه لبس الخدم البسيط كده، ولبسها ده كان طالع عليها زي النار من جماله. سيسيليا كانت متضايقه من طريقته في مدحها لانها عارفه كويس انها جميله ومش محتاجه حد يقول لها كده، فليو اعتذر لها وقال انه ما كانش يقصد يضايقها بكلامه، بس اعترف ان كان عنده صديق زمان كان بيمدح في الجمال بزياده وشكله كده اتعدى منه، وافتكر ان صاحبه ده كان دايما بيقول ان جمال الخلوب ملوش مثيل، ان لو السلام رجع للعالم تاني هيقضي بقيه حياته ينشر الجمال وسط الناس. والصديق اللي بيتكلم عنه هو المعلم الكوزم ديو. فجأة سيسيليا لفت نظرها الكتاب اللي ليو بيقرأه وسألته عليه بفضول، فليو شرح لها انه كان بيقرأ الكتاب ده كتير وهو صغير، هو كتاب معروف باسم البطل الاول العظيم. سيسيليا افتكرت انها قرأت الكتاب ده وهي عندها 5 سنين بس، ولما لقت ليو بيحب الكتاب ده قوي راحت لمكتبة الكتب وطلعت كتاب تاني وقالت ان في كتب كتير قوي عن كايل. ليو رد عليها وقال ان في انجازات تاريخية كتير صعب ننسبها لبطل واحد، وهو مؤمن ان في حاجات كتير منسوبة لبطل واحد ممكن تكون الحقيقة نتيجة تعب ومجهود ابطال كتير مع بعض طول سنين طويلة. يعني من الاخر انه كان بيلمح ان انجازات كايل ممكن تكون اتنسبت لابطال تانيين، بس سيسيليا ما اقتنعتش بالكلام ده وقالت ان كايل ده غالبا كان نصاب وبياخد مجهود الابطال التانيين نفسه، وده اللي اغلب الناس بتعتقده وهي طبعا واحد منهم. طبعا ليو ما كانش مبسوط خالص وهو بيسمع ان الناس شايفه كايل نصاب وما عملش حاجه للعالم، فقرر يقفل السيره دي وقال انه وقت الفطار قبل ما يبدا تدريبه. سيسيليا دخلت في الدور بسرعه وزي اي خدامه شاطره سالت سيدها الصغير بكل ادب لو ينفع تتدرب معاه. من بره كانت باينه ان هي مؤدبه ولطيفه، بس من جوه كانت شايله من ليو كميه افكار سلبيه وتوكسيك مش طبيعيه، بس كانت مضطره تسايره عشان الوضع تعرف ايه السر ورا قوته دي. ليو وافق فورا وبداوا يروحوا للصاله التدريب، وبعد فتره نشوف سيسيليا واقعه ركبها وهتموت من التعب وبتاخد نفسها بصعوبه. بعد اول جوله دي ليو بدا يقول رايه في ادائها وقال لها ان وهي بتحارب لما طاقتها بتخلص بسرعه وبتقل جدا وبيظهر ثغرات كتير في حركاتها، وساعتها بتبقى مكشوفه وسهل حد يضربها، وده بالظبط اللي حصل معاها دلوقتي. بس سيسيليا ما كانتش مقتنعه انها تبهدل جسمها كده وتقسى عليه في التدريب، فليو رد عليها وقال ان جيل الشباب اليومين دول بقوا ضعاف قوي لان تقنيات الاورا اتطورت جدا عن زمان، ده اللي خلى الناس ما تهتمش بتدريب الجسم، مع ان الاورا بتقوي الجسم ولو ضربت جسمك صح الاورا نفسها هتبقى اقوى بكتير. البنت طبعا ما كانتش عايز يتقال عليها ضعيفه، فجمعت قوتها وقامت عشان جوله تانية وحذرت ليو ان هو ما يستهنش بيها تاني، بس هجومها المتهور ده جاب نتيجه عكسيه. ليو طيرها بضربه واحده ووقعت على الارض. في اللحظه دي هي كانت محبطه جدا بعد ما خسرت كذا مره ورا بعض بشكل يكسف. بعدها ليو عرض عليها غويشه تلبسها وهي مدت ايديها بسرعه عشان تاخدها، بس اللي ما كانتش تعرفه ان الغويشه دي فيها سحر وزن مخليها تقيله بشكل مرعب. ليو في اللحظه دي ضحك ضحكه شريره وكسف على النيه مش كويسه، وان ناوي يخليها تتدرب وهي لابسه الغويشه دي من هنا ورايح. تاني يوم بنشوف زايس وهو بيتفرج عليهم وهم بيتدربوا، ولما شاف سيسيليا وهي بتعاني كده اتاكد ان دي تجربه هتبقى مفيده ليها وان غرورها ده كان لازم يتكسر مره واحده قبل ما تروح لومانيا. زايس نادى عليه وقال له خبر حلو انه بيفكر يطلب من كبير العيله انه يسمح لليو ياخد نفس فينيكس. ليو اتفاجئ جدا لما سمع سيره نفس الفينيكس لان على حسب ما يفتكر دي اساس تقنيه الاورا لعيله زنجر وما بتعلمهاش غير الناس المعترف بيهم من العيله بس. سيسيليا كمان قالت رايها ان باباها مش هيوافق بالسهوله دي، بس زايس كان عامل حسابه وحط شرط لو نجح في امتحان دخول لومانيا هيسمحوا له يتعلم التقنيه دي. طبعا الكلام ده ما عجبش سيسيليا لانها شايفه ليه مجرد عيل صغير ما بيعرفش حتى يستخدم الاورا، وبما ان امتحان لومانيا هيبقى فيه قتال حقيقي فالموضوع هيبقى خطر جدا عليه. ليو ما خافش وقال ان فعلا ما عندوش خبره في القتال الحقيقي، بس طبعا احنا عارفين الكلام ده لو ما حسبناش خبرته في حياته اللي فاتت. زايس كان مستني رد ليو والولد وافق بسرعه طالما اهله موافقين على القرار ده. فات اسبوع وجه يوم امتحان دخول لومانيا اخيرا، ولما الناس شافت سيسيليا زنجر موجوده وسط الطلاب الكل كان مبهور بيها. سيليا بدات تنكش في ليو وسالته لو كان حاسس بتوتر، وباين كده ان سيليا من كتر ما قعدت اسبوع خدمت ليو نسيت نفسها وبقت بتقول يا سيدي. وهم واقفين سمعوا صوت جالفن المعروف وهو جاي مخصوص عشان يشوف سيسيليا، بس اتصدم لما لقى ليو معاها. الواد قعد يرمي كلام على ليو انه ملوش مكان هنا لانه حتى ما بيعرفش يستخدم الاورا، وفي نفس الوقت حاول يسلم على سيسيليا بكل ادب، بس للاسف ليو وسيسيليا نفضوا له تماما وكانه مش موجود اصلا. الموقف بقى محرج جدا وحاول يفكر سيسيليا بنفسه
نفسه وانه جالفن تراتوتون اللي سلم عليها المره اللي فاتت، بس سيسيليا قالت ان هي ما تعرفش الاسم ده وخدت ليو من ايده ومشيوا. وفجاه حد تاني نادى عليهم وكانوا اخ واخت. الكبيره هو اباذلين من عائله ليوبين وعنده 16 سنه، والبنت الصغيره اللي معاها تشيلي عندها 14 سنه. سيسيليا عرفتهم فورا بس ليو ما كانش عنده فكره هم مين، فسيليا شرحت له انهم من سلاله ابطال امبراطوريه لوردين. سيسيليا كانت شايطه ومتضايقه انها شافتهم وحذرت ليه انهم هيمتحنوا معاهم ولازم ما يهزموهمش لانها مش هتقبل ابدا ان عائله زنجر تخسر قدام عائله ليلين. بس ليو ما كانش مهتم لان اسمه ليو بلاف مش زنجر. لما سلموا على سيسيليا هي ردت السلام بادب وعرفتهم بليو من بيت بلاف وهي عائله نبيله من مملكه داد. اول ما باد لين عرف ان ليو ما عندوش لقب عظيم جنب اسمه استهون بيه واعتبره شخص مش مهم. بعدها لفوا وراحوا يمشوا هم بيحذروهم انهم اكيد هياخدوا المركز الاول. طبعا كانت سيليا بتكره عائله لين جدا وكانت مستنيه تهرسهم في الاختبارات الجايه. وفجاه واحد بيمثل اكاديميه لومينيا طلع على المنصه والكل ركز معاه. عرف نفسه ان علي زيرون بروفيسور الاكاديميه. سيسيليا اتصدمت لما شافته لانه شخصيه مرموقه جدا، بس ليو كان عادي ومش مهتم لانه ما يعرفش مين ده اصلا. سيسيليا اتضايقت ان ليو مش عارف قيمه علي زيرون اللي اسمه مكتوب في سجل الابطال كواحد من ابطال العصر الحالي. ليو بدا يبص للبروفيسور بتركيز ولاحظ حاجه غريبه، في طاقه مانا رهيبه ومركزه جدا في عينه الشمال. البروفيسور قلبي بدا يتكلم مع الطلبه اللي متجمعين وشرح لهم ان امتحان نظام القبول الكل مستنيه. قلبي قال لهم ان الاختبارات مقسمه لجزئين اساسيين، قتال واحد لواحد ومطارده وحوش. اللي عارف التقليد ان كل واحد ياخد دوره يخلص المهام دي، بس قلبي وضح لهم فورا انه شايف الحوار ده ممل جدا ومضيع على الوقت. عشان يثبت وجهه نظره راح حارق ورقه الامتحان اللي كانت في ايده في ثانيه وكانه بيرمي القواعد القديمه كلها في الزباله. وبعدها راح مطلع كتاب اثري وقديم. اول ما فتحه استدعى الفصل الاول اللي عنوانه المقدمه الغابه البريه. ظهرت دايره سحريه عملاقه بتنور تحت رجلين كل الطلبه والمشهد كان مهيب ومحدش فاهم قلبي ناوي يعمل ايه بالظبط. بس الحاجه اللي الكل اتاكد منها ان قلبي زيرو بيكره البطء وعدم الكفاءه. اعلن انه هيدمج كل الاختبارات دي في تحدي واحد وهيبدا فورا. وعشان نفهم اللي بيحصل عرفنا ان سجل الابطال ده مش مجرد كتاب تاريخ، ده قيمته الحقيقيه في قدرته على تجسيد عالم البطل اللي فيه كل الخبرات الابطال القدام، واللي يدخل العالم ده يقدر يورث قوتهم. يعني من الاخر نظام تدريب ابطال ملوش حل. الطلبه كلهم اتنقلوا لعالم البطل اللي في الغابه البريه، وقلبي اعلن ان هدفهم الوحيد هو البقاء على قيد الحياه. يتعاونوا بقى مع بعض او يخلصوا على بعض، يعملوا اي حاجه المهم يعيشوا، واللي عايز ينسحب يكسر الكره اللي معاه ويرجع. والموضوع خلص على كده. ليو بتاعنا بص حواليه وعرف المكان ده على طول. المكان ده كان غابه الاقزام قبل ما المملكه الساحره سالتا تسيطر على المكان. في الوقت ده كان في طلبه عايزين يرجعوا فاكرين المكان مجرد وهم، بس ليو كان عارف ان الحوار حقيقي جدا والمخاطر اللي هنا ممكن تموت بجد لو محدش واخد باله. وفجاه ليو حس بحركه ولقى سهم بيتضرب في الارض تحت رجليه ويكسرها تماما، بس الحمد لله طلع سليم. ولما بص ناحيه السهم لقى تشيلي من عيله لوان هي اللي بتهاجمه وفاكراه من عيله زنجر وعايزه تطلعه بره المسابقه. ليو وضح لها بسرعه انه من عيله بلاف، بس تشيلي زادت غشامه وافتكرت انه بيكذب عشان شافته مع سيسيليا قبل كده وراحت ضرباه بسحر الرياح. ليو انبهر بالسحر بتاعها لانه مش موجود في حياته اللي فاتت، بس لاحظ الاساسيات واحده. تشيلي اتنرفزت من هدوءه وثباته قدامها وراحت هجمت بكل قوتها، بس ليو صد الضربه بسيفه بكل سهوله وبدون اي مجهود. وده خلى تشيلي مش فاهمه ازاي صد هجومها من غير حتى ما يستخدم طاقه الاورا. ليو كمل رخامته عليها وقال لها ان هجومها سهل قوي وعرض عليها يتحالفوا لان ده في مصلحتهم، وفكرها ان اللي بيصمد اكتر بياخد نقاط اكتر. وقال لها كساحره حاولي على الاقل تنجحي في اختبار واحد قبل ما تطلعي. طبعا هي ولعت وقالت له انا مش مجرد ساحره عاديه، انا مقاتله سحريه. واتضايقت جدا ولما قال على هجومها سهل راحت مجمعه كل قوتها عشان تفرمه وتثبت انها مش ضعيفه. بس كل ضرباتها جت في الهوا لان ليو ما كانش واقف في المكان اللي الضرب رايح فيه اصلا، والاوحش انها ما كانتش قادره تحس ببذر الطاقه حواليها فمش عارفه مكانه فين. وفجاه لقيت عيونها في عيون ليو اللي كان قابض قدامها بالظبط وقابض ايده مستعد يضرب ضربه قويه، ومن الرعب ركابها خبطت في بعض ووقعت على الارض. وكده ليو كسب الجوله. ليو عرض عليها التحالف تاني، وقبل ما ترد المشهد انتقل للمدرسين في اكاديميه لومينا وهم بيتفرجوا على اللي بيحصل ومبسوطين ان القتال بدا يسخن. نرجع لليو اللي كان رابط شيلي في جذع الشجره وكان باين على وشه انه مش ناوي على خير للبت الغلبانه دي، وراح مولع نار صغيره عشان الليل بدا يليل والنار بدات تزيد وتقرب منها وهي بدات تنهار من الخوف. ليو قال لها تعاوني معايا وتخلصي من الموقف ده، بس هي كانت دماغها ناشفه وبترفض وبتقول مش هتعاون غير مع اخوها. حاولت تستخدم سحر الرياح بس ليو كان مفعل مهاره بتمنع استخدام السحر، مع انه بينه وبين نفسه عارف ان طاقته مش هتكفي يكمل كده كتير. البنت في الاخر استسلمت ولما لقيت النار بدات تمسك في هدومها وافقت تتحالف معاه، بس ليو ما خلاش
خلاهاش تمشي من غير لما حلفت بسمعلتها، وبعدين فكها وشالها بين ايديه قبل ما تقع في النار. المدرسين لسه متابعين وقلبي مش شايف اي طالب عاجبه لحد دلوقتي، وشايف ان خناق الطلبه مع بعض ده هبل، والوحيدين اللي لفتوا نظره هم سيسيليا زنجر واباد لون عشان شغالين مع بعض. ولما بص عليه وتشيلي شاف ان حركه النار دي كانت طفوليه، بس على الاقل خلت تشيلي تتعاون معاه واداله درجه النجاح، مع انه شايف ان هو اقل من سيسيليا واباد بكتير. بس طبعا قلبي غلطان لانه ليو كان هازم سيسيليا اصلا من غير ما يعرق. والمهم ان قلبي اعتبر ليو الحصان الاسود بتاع المسابقه. ليو وتشيلي كملوا طريقهم، وبدات تشيلي تحس ان التحالف معاه فكره مش وحشه، وسالت له عن الاورا اللي بيستخدمها، وليو صدمها لما قال انه ما بيعرفش يستخدمها اصلا. وهم بيتكلموا تشيلي لمحت وحش وضربته بضربه قويه جدا خلت ليو يعترف بقوتها، بس قال لها طريقتها غلط. فجاه ليو حس بحاجه غريبه وقفها، ولقى ارض ناشفه وجثث ميته مصفاه من الرطوبه. وفجاه حصل انفجار، بس ليو نط بسرعه وهو شايل تشيلي، وظهر جالفين وعصابته اللي مستنيين ليو عشان ينتقموا منه. وجالفين امر واحد يهجم عليه، بس ليو طياره ببوكس في فكه، وبكل هيبه طلب من تشيلي تحمي ظهره. بس جالفين الجبان خلع وساب صحابه وكان بيدور على الشريك. فقابلته سيسيليا من بعيد وراحت لمكان ليو، ولما وصلت لقت الدنيا مقلوبه جثث وحوش وطلبه وعين. وتشيلي فرحت لما شافت اخوها باد. سيسيليا استغربت جدا من وجود ليو مع تشيلي، ولما عرفت ان هم اتحالفوا ما صدقتش، وقالت له اصدق ان صرصار يعمل شقلباظات ولا صدق ان تشيلي العنيده دي وافقت. ليو بابتسامه شريره قال لها انه اقنعها بطريقته، وده قلق سيسيليا جدا. ليو بدا يساعد الطلبه اللي وقعهم، واباد استغرب، بس ليو وضح لهم ان ملوش لازمه الخناق بيننا، والاحسن نتجمع ضد تحديات العالم ده. ريو خلاهم يشوفوا الجثث الناشفه اللي ما فيهاش نقطه ميه، ووضح ان الوحوش اللي اختفت كانها خايفه من حاجه كبيره قوي. وحش من ليفل عالي مرعب ظهر في الغابه. اباد بدا يربط الخيوط ببعض، وافتكر ان اول انجاز للبروفيسور اربي كان هزيمه وحش عملاق. في اللحظه دي في صوت زئير مرعب جاي من بعيد، كان في حاجه ضخمه وبتحضر لشر كبير مستخبي وسط الغابه. الصوت ده ملي المكان توتر، وكان اشاره واضحه ان الوحش اخيرا قرر يظهر للعلن. وفي الوقت ده جولفيان كان ماشي لوحده في الغابه وهو بيتطوح وماسك في ايده شعله نار، وكان باين عليه الرعب رغم انه في ورطه كبيره. الا ان عقل المحدود كان لسه بيفكر في الانتقام من بطلنا اكتر من ما بيفكر ينجو بحياته. وفجاه لقى جثث تحت رجليه، وفي حاجه تانية كانت مستخبيه ورا ستاره الضلمه دي خلته يتكعبل ويقع. الشيء اللي شافه في الضلمه ده كان عنكبوت عملاق، وشكله كان جعان جدا. بقى واضح للكل ان جولفيان خلاص في اعداد الموتى. خلينا بقى نشوف اللي بيحصل مع البروفيسور قلبي والطلاب الحقيقيه. ان في عدد صادم وصل ل 500 طالب سقطوا في الامتحان، والمشكله الحقيقيه ان نظام الاختيار بيجبرهم يختاروا 100 طالب بس، ما فيش غير 50 بس هم اللي لسه صامدين. البروفيسور قلبي بدل ما يغضب نفسه ويختار اي حد، كان مقتنع ان هو مش هيختار غير الناس المناسبه اللي بجد وعلى حد توقعاته. واصلا مدير الاكاديميه هو اللي خلاه المسؤول عشان عارف انه ينقي زبده الزبده. قلبي من النوع اللي بيؤمن ان الابطال الحقيقيين بيظهروا وقت الشده بس، وكان مهتم جدا بليو بلاف اللي شايفه حصان اسود وعنده موهبه غير متوقعه. والسؤال هنا، هل الحصان الاسود ده هيقدر يعدي الامتحان الصعب ده؟ بالرجوع لمشهد الطلاب في الامتحان، كانوا بيتحركوا بسرعه بس بيواجهوا صعوبه في الطريق، بس بسبب الضلمه الكحل اللي سلينا نورت سيفها وقالت انها شايفه حاجه قدامها. ولمعان سيفها الاحمر ده كشف وش العنكبوت المرعب اللي كان وقتها بياكل فريسته. المنظر رعبهم بجد، واباد جري بسرعه عشان يستخدم سحر الماجيك ويقضي على التهديد ده، بس اللي يوقفه بسرعه ونصح جولفيان انه يكسر الكريستاله. طبعا جولفيان بيبقى خلاص فطر بين سنان العنكبوت ومش قادر يتحرك، فقرر يكسر الكريستاله الزرقاء، وده طلع موجة كهرباء قويه من بق الوحش. الطلاب جهزوا نفسهم، واباد شحن سحر ويدفنج وطلق على الوحش المرعب، والضربه دي قدرت تجرح العنكبوت بس ما موتتهوش. الاربعه وقفوا مرعوبين لما استوعبوا حجم الخطر اللي هم فيه. الوحش المقرف ده طلع الاميره العنكبوتيه طارة تولين، وشكلها ما كانش لطيف خالص. في طالب غبي فكر يهجم عليها هجوم مريب، بس الوحش دوب بسرعه بضربه واحده رميته على الارض. بعدها جه الدور على سيسيليا اللي كانت فاكره بغرور انها تخلص المعركه بضربه واحده، وفعلت سحر قوي طلعت شعاع احمر مدمر اخترق جسم الوحش وخلاه يتلوم الوجع. بس العنكبوت كان عامل زي الدبانه، قدر يستعيد قوته بسرعه، وبقى هجوم سيسيليا ملوش لازمه. اباد استغل اللحظه دي وقعد يقلل منها ويقول ان قوه الساحر وقوه الفارس مفيش مقارنه بينهم، وطلع سحر رياح اسمه رافال عشان يقطع العنكبوت في دوامه ما بتخلص. بس في نهايه هجومه اتصدم لما لقى الوحش لسه عايش وزي الفل وبيبص له بتحدي. تشيلي حست ان اخوها في خطر كبير، فاستخدمت سحر ويند بليكر عشان تساعده، ومع ذلك اباد اتجرح من مخلب العنكبوت. بس سحر اخته خف الضربه شويه وجت تطمن عليه بعد ما كان هيفقد دراعه. جربوا كل حاجه ضد الوحش ده، بس قدرته الرهيبه على التجدد خلت محاولاتهم تفشل، واليأس بدا يدخل قلوبهم. والملكه تارا فلاند قربت منهم عشان تخلص عليهم. ليو دخل في الكلام وشرح لهم ان الوحش ده يبقى بنت سلانا، ودي كانت
وحش فتاك في جيش أرابوس ومسؤول عن حرق غابة الإلف. ليكتشف كمان ان المانا اللي شافها في عين البروفيسور قلبي فيها آثار مانا ملك الجنيات تاراتونت اللي كانت بتحلم تحكم بغابات البرية الملعونة. ومش بس دمرت غابة الإلف دي، كانت أكتر واحد موثوق فيه عند ملك الجنيات لما اتمرد ضدها في الوقت ده. ليو كان فاكر ان الوانا قدرت تهزم تارتالوران، بس الحقيقة طلعت مختلفة. تارا نجحت بفضل انها اكلت مساعد ملك الجنيات اللي كان معاه مصدر طاقة حياة لا نهائي اللي هو خاتم الحياة. اباد كان دماغه ناشفة زي الحجر وفاكر من حقه يخلص على الوحش لو كان جزء من الامتحان. هو والسيليا قرروا يضربوا ضربات متتالية على امل يهزموا الوحش. تارا استحملت غضبهم، بس ليو كان شايف ان كل ده ملوش لازمة، الوحش هيفضل يجدد نفسه للابد وهم اللي المانا بتاعتهم هتخلص الاول. في محاولة اخيرة سيسيليا سألت ليو عن رأيه يتصرفوا ازاي، فشرح لها ان الموضوع ده محتاج تعاون بين اتنين، بس اباد رفض فورا لانه كان اناني وعاوز يهزم الوحش لوحده. والسيليا كانت زيه بالظبط، ليو تعامل معاهم كانهم اطفال واداهم جرعة واقع وقال لهم لو ما تعاونوش عشان يهزموا الوحش الكل هيسقط. كلامه اخيرا وصل لقلبهم واباد بدأ يفكر عن فكرة التعاون، بس كان خايف ان الضربة المشتركة هتاخد وقت طويل، والمشكلة ان مفيش حد غيرهم هيقدر يعطل الوحش فالموضوع هيكون صعب. ليو قرر يتدخل ويساعدهم وقال لهم ان هو يقدر يكسب لهم وقت. سيسيليا افتكرته اتجنن وفكرته انه لسه ما بيعرفش يستخدم الاورا، بس ليو اكد لها انه يقدر يصمد 5 دقايق بالكتير في حالته دي. الساحر اباك كان خايف ان هجومه المنسق يفشل حتى بعد الوقت ده، بس ليو كان واثق جدا ومسك سلاح من على الارض وقال لهم ان عناصر الرياح والنار بينهم توافق كبير وده هيكون كفايه. ورغم خلافاتهم اميرة السيف والساحر العظيم بقوا حلفاء، في حين ان ليو كان شايف ان العنكبوت القبيح ده تحدي كويس بيفكروا بحياته القديمه. المعركه بدات وبطلنا ليو ابهرهم لما قطع رجل من رجلين الوحش بضربه سيف حاده، وده صدم الطالبين التانيين. بعدها كمل ودمر وش الوحش وكان مبسوط ان لا وحش ترددس. وهنا بنرجع بذاكرتنا لورا ونشوف طفل من الالف بيجري وهو بيعيط من الخوف، وللاسف وحش ترددس مسكوا الخيوط العنكبوت بتاعه والولد بقى متكتف تماما ومفيش اي فرصه للهروب. العنكبوت قرب منه عشان ياكله. الولد فضل يصرخ وينادي على امه مستني موته لحد ما ظهر كائن نور كان هو المنقذ. كائن من الضوء منع الوحش انه يأذي الطفل. لونا كانت غضبانه جدا من الوحش اللي دمر موطنها واكل المساعد المسؤول عن غابه الالف. طلعت هجوم ضوئي على الوحش وسحرها حاصر ترادروس وحبسه قبل ما تنزل عليه صعقه من الرعد. لونا ما كانتش متوقعه ان جيش ارابروس وصل للسيطره على غابه الالف كمان في الوقت ده. ليو في حياته الاصليه كان هو المسؤول عن تحرير الطفل ومساعدته يهرب من الخيوط. نرجع للمشهد الحالي، ليو واقف ومعاه فاس في ايده ومستعد يكسب وقت لزمايله، بس لسه مش قادر يعمل كتير غير الاورا. طلب مساعده من تشيلي وقال لها تستخدم سحر العناصر وتصوب اسلحتها عليه، وهو كان بيراوغ الضربات ببراعه وسرعه رهيبه خلت تشيلي تخاف عليه انه يتصاب، بس ليو طمنها وقال لها ان كل شيء هيكون تمام بس لو استعجلت بس. تشيلي فعلت سحرها عشان تصنع له اي نوع من الاسلحه، وليو كان موافق على اي حاجه المهم انها تشتغل. صنعت له سيف مكوس وسيف عريض، ومجرد ما مسكهم ليو بدأ سلسله من الضربات العنيفه اللي قطعت العنكبوت. كل ما السلاح يتكسر تشيلي تبعت له واحد غيره، فمسك خنجر وفاس قتال. قدرات ليو الجسديه الرهيبه صدمت تشيلي لدرجه انها افتكرته خبير في الفنون القتاليه، وحتى عباد ما قدرش يمسك نفسه واعتبره قوي جدا. ومع ذلك ليو ما كانش لا يقهر، وجرح بسيط جه في وشه ففكر في نفسه وقال لو ما قدرتش اوقف عنكبوت غبي زي ده دلوقتي صحابي في الحياه التانيه مش هيبطلوا تريقه عليا. زود القوه وقطع في العنكبوت وطلب سلاح تاني، بس تشيلي للاسف الاسلحه اللي معاها خلصت وده صدم ليو. لحسن الحظ ليا كانت خلصت تجهيزات ضربتها القاضيه وطلعت دوامه نار جباره حرقت الوحش وهزمته فورا. خاتم الحياه وقع من جسم الوحش واخيرا تم القضاء عليه. سيسيليا وقعت على الارض وهي بتحمد ربنا ان كل حاجه خلصت، بس ما كانتش قادره تبطل تفكير في اداء ليو غير البشري وازاي قدر يعطل ترادروس لمده 5 دقايق. سيسيليا حاولت تمدحه بس تشيلبي كانت اسرع وبقت المعجبه رقم 1 بليو وشايفه اللي عمله ده ما يعملوش غير ابطال الاساطير. ليو ما خدش في باله بس ان البنت دي كانت هتتجنن عليه وعاوزه تبقى متخصصه في سحر القتال وطلبت منه يعلمها. والمضحك ان سيسيليا كانت بتتمنى ان تشيلي تاخد تدريب خاص منه عشان تدوقها طعم المعاناه الحقيقيه. المهم بطلنا راح ماسك خاتم الحياه اللي ظهر منه بريستنج في شكل جنيه وليو رجع له ذكرياته لما نادى باسمه. لما سمع كده رجع جوه الخاتم وقابل سيسيليا كملكه للجنيات، وده كله بفضل البروفيسور قلبي اللي لقى عين المانا. لحد التنازلي ساحه الامتحان بدا ونجاحهم في المرحله دي خلاهم ياخدوا مكافاه عهد ملك الجنيات. وقبل ما يتنقلوا ليو لمح حد من حياته القديمه. بعدها بنشوف كالون بديان مدير اكاديميه وبيراجع تقرير الامتحان في المنطقه الغربيه. المساعد بتاعه كان بيسال يا ترى قلبي نجح كام طالب المره دي بسبب شروطه الصعبه، والمدير اتفاجئ لما لقى 40 طالب نجحوا رغم ان الرقم مش كبير. بس المدير ما كانش زعلان لانه كان متوقع انه ينجح 10 طلاب بس هم اللي ينجحوا بالكتير، فده يعتبر انجاز عظيم. سيسيليا واباك كانوا هم التوب في توقعاته، بس المدير سمع ان في حد ترشح كممثل للدفع وكان مصدوم
ان قلبي بالذات يرشح طالب كانوا فاكرينه اكيد حد من عيلة زنجر او ليلين، بس الحقيقة ان المرشح ما كانش حد سمع عنه قبل كده، واسمه اداؤه على الدوسيليا واباد بمراحل. روح للبروفيسور قلبي اللي كان بيقيم قدرات الولد بدقة، وهو اللي رشح الطالب لإبلاف عشان يكون ممثل قسم الفرسان. المدير عبر عن صدمته ان البروفيسور بيتكلم بحماس كده عن طالب، خصوصا انه وصف المرشح ده بانه عنده موهبة بطل. وفي النهاية بعد ما كل حوارات الامتحان خلصت، بطلنا كان قاعد بيستمتع بساونا سخنة لوحده وهو متمزج بالدفى والروقان على الاخر.